ايه هي عقلية الوفرة؟ في ناس فاكرة ان عقلية الوفرة دي بتكون في الستات بس في الحقيقة الكلام ده غلط. العقلية الوفرة دي بتشتغل مع اي كائن بشري. تمام؟ مثلا لو انت رايح تقدم على شغل، والشغل ده مثلا افتراضا قلت له انا محتاج الشغل ضروري وكل حاجة، وانت تستاهل يا عم تقبض 50,000 جنيه مصري. تمام؟ قال لك خد 10,000. هو عارف ان انت هتوافق، حتى لو مش معاجبك هتوافق لحد ما تشوف شغل تاني. هيعرف يجيب ويودي فيك. بس هو مش بيترجم جوه دماغه كده. الفكره ما بتتحسبش في انه يستغلك. بس ليه؟ هو ممكن ما يوافقش بيك اصلا. ليه؟ لان كونك ان انت محتاج شغل، ده معناه ان انت قيمتك قليله. ما هو لو انت واحد عندك سكيلز عاليه والكلام دوت، هتلاقي شغل تاني بسهوله، صح؟ في شركات تانية هتبقى طالباك وعايزاك، هتحط في السي في بتاعك ان انا كنت شغال في كذا وكذا وكذا، معايا مهارات كذا. دي عقليه وفره بالمناسبه. فلما يشوف عندك السكيلز دي كلها، هو يعني اذا هو بيشوف ان انت هتقدر تفيده، هتضيف ايه للشركه او هتضيف ايه للشغلانه اللي انت هتشتغلها. تمام؟ وفي نفس الوقت مش عارف يتحكم فيك في الماديا. لو انت مثلا عايز 10,000 هتقول له انا عايز ال 10,000. ده اساسا بيشده بشكل لا واعي. تمام؟ وده اللي بيخلي البنت تنجذب لراجل حواليه 6 او 2 او 3. ليه بقى؟ انت بتبقى فاكر ان هي بتنجذب له عشان حوالين يعني بنت او 2 او 3 وبس. لا، هو الموضوع ما بيتحسبش كده. كون ان في بنت معاك وبتكلمك وبتخرج معاك وكده، مراتك مثلا، ده معناه ان انت عندك قيمه. الستات تحديدا عارفين ان هم ما بينجذبوش لاي حد. وطالما في واحده في حياتك او 2 او 3، ده معناه ان انت قيمتك عاليه. عندك ميزه بقى، شكل، طول، عضلات، فلوس، شخصيه، المهم ان انت عندك ميزه حتى لو هي فعليا مش ظاهره لها. ونفس الكلام بيتطبق على الصحاب. عمرك حسيت قبل كده جيت تنزل مع صحابك وتلاقيهم بيكرفوا لك، واول ما تبتدي انت تقلب معاهم بقى خلاص انزلوا انتوا زي ما انتوا عايزين، او تعرف صحاب غيرهم تلاقيهم بيحبوك ويحترموك ويحددوا الميعاد على مزاجك، تلاقيهم هم اللي عايزينك. لان دي طبيعه بشريه، هو الموضوع مش بمزاجك. البشر عموما او الناس بتحترم الشخص اللي عنده قيمه وحاطط لنفسه حياه، حتى بشكل لا واعي. هتلاقي نفسك انت شخصيا بتعمل كده مع غيرك. اول ما تلاقي ما عندوش حياه، فاضي اي حاجه، هتلاقي نفسك بتلعب بيه كوره، بتودي وتجيب فيه زي ما انت عايز. انما اول ما تلاقيه بقى عنده ناس تانية، بيخرج وينزل، ولو جيت تقول له يلا ننزل يقول لك لا انا مش فاضي والكلام ده، وتكتشف ان هو عنده ناس تانية، انت غصب عنك هتحترمه. لان دي طبيعه بتبقى غريزه جواك، مش موجوده في الستات بس زي ما الناس بتقول لك عقليه الوفره والكلام ده. فحاول ان انت عقليه الوفره دي تكون معاك في اي حاجه، لان هي فعليا هتفيدك بدون مبالغه، هتغير حياتك كلها. تمام؟ حتى في الشغل، حتى في الدراسه، حتى مع الدكاتره. انا بس كنت بستخدم الاسلوب ده مع الدكاتره اساسا، وكان بيجيب نتيجه حلوه. وطبعا مش اكيد 100%، لان هو الدكتور مش ملزم يعني بحاجه، بس بيجيب نتيجه يعني حلوه. تمام؟ حاول تكون عندك عقليه ان انت عندك بدل الحاجه 2 و3. حتى لو الحاجه دي انت سبتها لاي سبب، سواء كانت شغل او صاحب او حاجه او بنت بالمناسبه لو انت متجوز، تكون ايه، جاهز للحاجه التانيه. وطبعا ان انت تبقى قيمتك عاليه وعندك حاجه بديل و2 و3، هيخلي قيمتك بينك وبين نفسك اعلى، وتعرف تشتغل بطريقه احسن وتعيش بحياه افضل. ليه بقى؟ لان انت مثلا شغال دلوقتي ولاي سبب اترفدت غصب عنك، جه حد احسن منك، هي حاجه، هتلاقي انت عندك كده كده كذا شغل، او عندك الحاجه اللي هتجيب لك شغل تاني. بمعنى، انا دلوقتي مثلا متجوز، تمام، وطلقت لاي سبب، فلما انا يبقى عندي زوجه تانية او اقدر اتجوز واحده تانية، ده بيقلل اثر الصدمه. ده ما بيمنعهاش، بس بيقللها. وعايز اقول لك بقى على معلومه، كون ان انت عندك عقليه وفره، الشخص هيفكر 1000 مرة قبل ما يسيبك أو قبل ما يستغنى عنك. الكلام ده يجي على الستات، على الصحاب، على الشغل، في أي حاجة. ودي حاجة موجودة في البشر كلهم، وتقدر أنت بنفسك تكتشفها وتشوف الناس اللي أنت تلاقي نفسك متمسك بيهم، هتلاقيه هو في الغالب بايعها أو مش فارق معاك. ليه؟ مش عشان حاجة، عشان هو عنده ناس تانية. فحاول على قد ما تقدر فعلا ان انت يبقى عندك عقليه وفره، وتفهم هي شغاله ليه. انت لما تعرف ايه فوائدها وتعرف هي بتشتغل بناء على ايه، مش مجرد ان انت عندك الحاجه بديله وخلاص، ساعتها هتبدا تشوف الحل، تبتدي تشوف لها حل فعلا، ان انت يبقى عندك عقليه وفره في كل حاجه. وهتفهم اللعبه كلها ماشيه ازاي، سواء مع البنات في الجواز طبعا، او في الشغل، او مع الصحاب، او اي حاجه. تمام؟
فحاول تخلي عندك عقليه وفره. حاول ان انت يبقى عندك بدل حاجه بديل واثنين وثلاثه، حتى لو مش نفس الكفاءه، بس تكتفي ان الحاجه موجوده. تمام. وتعرف اللي قدامك ده بالطريقه، طبعا ما تروحش تقول له انا عندي غيرك، لا، بالطريقه كده ايه، ترمي له كعب كده من تحت لتحت، تلمح له ان انت ايه، عندك بديل. وتقدر عقليه الوفره دي تطبقها في اي حاجه، حتى في حياتك انت، حتى في الحاجات اللي تخصك. يعني حتى في اللبس، افرض انت عندك تيشيرت معين وقع او اتقلب عليه حاجه، اكل مثلا او مشروب بتشربه، وانت نازل خارج مشوار وكنت حابب التيشيرت ده، تفتكر لو انت عندك التيشيرت ده منه اتنين هتحصل معاك مشكله؟ او بمعنى صح هتحس ان في مشكله؟ اكيد لا، لان انت عندك الايه، البديل حاضر. وده سر الهيمنه الحقيقي. برضو نفس الكلام، حاول ما تضغطش نفسك، يخلي عندك وقت زياده وفلوس برضو. حاول على قد ما تقدر تخلي فلوس على جنب. ليه؟ لان انا بالنسبه لي دي عقليه وفره، لان انت لو لا قدر الله حصل لك ظرف او اي حاجه، تعرف تتصرف من الفلوس دي بدل ما تروح تستلف وتبقى انت اللي في موقف ضغط. تمام. فالمهم ان انت تحاول ما تضغطش نفسك. حاول يبقى عندك بدل الحاجة اتنين وتلاتة واربعة، عشان تبقى عندك الهيمنة بمعنى الكلمة. تمام. لان ده فعلا اللي هيفيدك وهيمنعك من ان انت تقع في مشاكل كتير. لان عكسها عقلية الندرة. عقلية الندرة باختصار برضه عشان نبقى شرحناها هي كمان، ان انت ما عندكش بديل، مش قادر تعرف البديل. يعني مثلا مراتك اول ما تعرف ان انت مش قادر تعرف غيرها، هتبتدي مثلا تعاملك وحش. تمام. انما لو عارفه انك تقدر تتجوز غيرها عادي ومعاك فلوس بالمناسبه، ساعتها هتحطك في نن عينيها كده. نفس الكلام لو انت مثلا ما معكش فلوس او فلوسك قليله وحصل لك مشكله، هتلف حوالين نفسك. فحاول ان انت تبقى جاهز ان انت تستغنى عن الحاجه عشان ما تقعش في المشكله دي. عقليه الوفره لازم تمشي بيها في حياتك كلها، مش مع الستات بس. وافتكر دايما اللي عايش بعقليه الندره بيبقى دايما في احتياج، واي مشكله فعلا بيتسوح فيها وهو اللي بيخسر. حاول حتى اكلك تبقى مجهزه قبلها، بحيث ان انت لو ما معكش وقت تعمل اكل، لو انت يعني اللي بتعمل اكل لنفسك، تعرف ايه تخلص. مش تقول انا لسه بقى ورايا اكل، فاهم؟ تبقى انت مجهز زي اكل مجمد في الفريزر مثلا والحاجات دي. كل ده تقدر تقول عليها عقلية وفرة. الحاجة اللي تبقى تغنيك عن البديل، او بمعنى ادق ما تخلكش تحتاج حاجة لبره لو انت اتزنقت، اعملها. طبق الكلام ده على اي حاجه، فلوس، شغل، اكل، لبس، اي حاجه، وهتلاقي حياتك فرقت. بدل ما هي كانت كده هتلاقيها بقت كده. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، وتستناني في الفيديوهات الجايه.